الشيخ الروحاني يريد أن يختم هذه المحاضرة ويقول: لا يدخل مدينة الروحانيين من له صلة بالعالم وشهوة العالم. اكتبوها خلي يدكم كده، هو اكتب على بدل الآية عشان تنساش نفسك لما تحب تخرج وتدخل تبقى عارف انك انت هتروح فين. لا يدخل مدينة الروحانيين من له صلة بالعالم وشهوة العالم. لا يدخلها إلا من يمقت دالة الناس وغرور الحياة. بيكمل الشيخ الروحاني كلامه ثروة جميلة جدا. أنا قصدت أخليها في آخر محاضرة عشان تتعلموا كيف تصلوا، كيف تتلمذوا على آبائنا الروحيين. اسمعوها الأول وبعد كده عاوز يكتبها كده. بيقول: أيها المسيح اعف عن عبيدك، اعف يا رب وارفعهم من سقطاتهم من العالم إلى البلد الذي دعوتهم إليه. وأعطهم أن يدخلوا هذا العالم، أيها المحبوب الذي يحب ويحب، والكل يشتاق إليه. اجمع الذين تركوا العالم وكل ما فيه من أجلك، اجمع كل الذين تركوا العالم وكل ما فيه من أجلك، وقربهم إليك واملأهم من الذي لك. الشيخ الروحاني. شفت الحب عشان تعلموا ازاي تصلوا الآخرين، مش تصلي لنفسك بس. شوف الشيخ الروحاني من كام سنة بيصلي عشان احنا بهذه القصة الجميلة التي كان يعزف بها هذا اللحن الجميل. تلمذوا يا أخواتي على آبائنا، اخرجوا على آثار الغنم. ليس المقصود أن نخرج فقط، أنتم خرجتم، ولكن اصعدوا يا إخوة، اصعدوا واسرعوا. أتوسل إليكم أن تسرعوا لكي تفعلوا. أيها المسيح احكي عن عبيدك، احكي يا رب بعدين ممكن تاخدهم كل حتة كده في سطر لوحدها عشان تحفظهم بسهولة. وارفعهم من سقطاتهم من العالم إلى البلد الذي إليه دعوتهم. وأعطهم أن يبغضوا هذا العالم. كل فترة بقولها اكتبها في سطر لوحدها.
علينا صف جديد. أيها المحبوب الذي يحب ويحب، والكل يشتاق إليه، والكل يشتاق إليه. اجمع الذين تركوا العالم وكل ما فيه من أجلك، وقربهم إليك، وقربهم إليك، واملأهم من الذي لك، واملأهم من الذي لك. الله يا أخوتي يحبكم ويبحث عنكم، ويريد أن تقتربوا إليه، ويريد أن يملأكم من حبه. فاقتربوا يا أخوتي ولا تأخروا، وانشطوا في كل أيام غربتكم لكي تكونوا بركة، كما قال الأنبا أنطونيوس: اجعل كل أحد يباركك، كل أحد يباركك. الله قادر أن يعطيكم ذكر اسمه القدوس في كل حين، في كل أيام غربتكم. لا تتخلوا عن هذا الاسم المبارك الذي به تحاربون وتنتصرون وتكونون أعمدة في هذه البرية. مجدا استقر في الأقدس إلهنا.